أبو فراس الحمداني، واسمه الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي الرباعي. ولد 932 ميلادية وتوفى 968 ميلادية، وهو شاعر وقائد عسكري عربي حمداني، وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني أمير الدولة الحمدانية التي شملت أجزاء من شمال سوريا والعراق، وكانت عاصمتها حلب في القرن العاشر للميلاد. عاصر المتنبي وأسر في إحدى المعارك مع الروم. كان ظهور الحمدانيين في فترة ضعف العنصر العربي في جسم الخلافة العباسية وهزيمة الفرس والترك، فباشر الحمدانيون الحروب لدعم حكمهم وترسيخ سلطتهم، فاحتل عبد الله والد سيف الدولة الحمداني وعم أبي فراس بلاد الموصل، وبسط سلطته بسط سلطة بني حمدان على شمال سوريا بما فيها عاصمة الشمال حلب وما حولها. وتملك سيف الدولة حمص ثم حلب التي جعلها عاصمة لدولته، حيث أنشأ بلاطا جمع فيه الكتاب والشعراء واللغويين. ترعرع بوفراس في كنف ابن عمه سيف الدولة في حلب بعد موت والده باكرا، فشب فارسا شاعرا وراح يدافع عن إمارة ابن عمه ضد هجمات الروم ويحارب الدمستق قائدهم. وفي أوقات السلم كان يشارك في مجالس الآدب فيذاكر الشعراء وينافسهم. ثم ولاه سيف الدولة مقاطعة منبج فأحسن حكمها والزوج عنها. كانت المواجهات والحروب كثيرة بين الحمدانيين والروم في أيام أبي فراس، وفي إحدى المعارك خانه الحظ يوما فوقع أسيرا سنة 959 ميلادية في مكان يعرف باسم مغار الكحل، فحمله الروم إلى منطقة تسمى خرشنة على الفرات، وكان فيها للروم حصن منيع ولم يمكث في الأسر طويلا. واختلف في كيفية نجاته، فمنهم من قال أن سيف الدولة افتداه، ومنهم من قال أنه استطاع الهرب. فابن خلكان يروي أن الشاعر ركب جواده وأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات، والأرجح أنه أمضى في الأسر بين 3 و4 سنوات. انتصر الحمدانيون أكثر من مرة في معارك كرن وفر، وبعد توقف لفترة من الزمن عاد القتال بينهم بين الحمدانيين وبين الروم الذين أعدوا جيشا كبيرا وحاصروا أبا فراس في منبج، وبعد مواجهات وجولات وكر وفر سقطت قلعته سنة 962 ووقع في الأسر وحمل إلى القسطنطينية، حيث أقام بين 3 و4 سنين. وقد وجه الشاعر جملة رسائل إلى ابن عمه في حلب فيها يتذمر من طول الأسر وقسوته ويلومه على المماطلة في افتدائه. ويبدو أن إمارة حلب كانت في تلك الحقبة تمر بمرحلة صعبة لفترة مؤقتة، فقد قويت شوكة الروم وتقدم جيشهم الضخم بقيادة تكفور فاكتسح الإمارة واقتحم عاصمتها حلب، فتراجع سيف الدولة إلى مايفارقين، وعاد سيف الدولة قوته وتجهيزه وهاجم الروم في سنة 966 وهزمهم وانتصر عليهم واستعاد إمارته وملكه في حلب، وأسر عددا يسيرا من الروم وأسر على ابتداء أسراه ومنهم ابن عمه أبو فراس الحمداني بعد انتصاره على الروم. ولم يكن أبو فراس يتبلغ أخبار ابن عمه، فكان يتذمر من نسيانه ويشكو الدهر ويرسل القصائد المليئة بمشاعر الألم والحنين إلى الوطن، فتتلقاه أمه باللوعة حتى توفيت قبل عودته. افتدي أبو فراس وحرر بعد مضي سنة على خروجه من الأسر. توفى سيف الدولة، وكان لسيف الدولة مولا اسمه فرغوي طمع في التسلط، فنادى بابن سيده أبي المعالي أميرا على حلب أملا أن يبسط يده باسم أميره على الإمارة بأسرها. وأبو المعالي وابن أخت أبي فراس. أدرك أبو فراس نوايا فرغويه فدخل مدينة حمص فأوفد أبو المعالي جيشا بقيادة فرغويه، فدارت معركة قتل فيها أبو فراس، وكان ذلك في ربيع سنة 357 هجرية 968 ميلادية في بلد صدد جنوب شرق حمص. قال الصاحب ابن عباد بدأ الشعر بملك وختم بملك. بدأ الشعر بملك وختم ملك، ويعني امرؤ القيس وأبو فراس. لم يجمع أبو فراس شعره وقصائده إلا أن خالويه وقد عاصره جمع قصائده فيما بعد، ثم اهتم الثعالبي بجمع الروميات من شعره في يتيمة، وقد طبع ديوانه في بيروت 1873 ميلادية، ثم في قلفاط 1901،
وتعتمد الطبعتان على ما جمعه ابن خلوي، وقد نقل وترجم بعض شعر أبي فراس إلى اللغة الألمانية على يد المستشرق ابن الورد. وأول طبعة للديوان كاملا كانت للمعهد الفرنسي بدمشق سنة 1744. ويؤكد الشاعر العراقي فالح الحجي في كتابه في الأدب والفن يكاد يتفق النقاد أن أجمل قصيدة للشاعر هي قصيدة أراك عصي الدمع، التي أخذت مكانتها في الشهرة بين قصائد الغزل العربي. يقول: لم أعد فيه مفاخر ومديح آباء النجب، لا في المديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. لم أعد فيه مفاخر ومديح آباء النجب، لا في المديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. وهو صاحب البيت الشهير: الشعر ديوان العرب أبدا وعدوان الأدب. ووصى أن يكتب على قبره الأبيات: أبنيتي لا تحزني كل الأيام إلى ذهاب، أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعيبتي عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم